تعديل ميعاد سفر النادي الاهلي لجنوب افريقيا. الاهلي هيسافر يوم الثلاث بدل الاربع لجنوب افريقيا عشان يواجه صن داونز. طبعا التغيير ده ما كانش عاجب مارسيل كولر اطلاقا. انا عايز اقول لك ان هو كان اصلا رافض فكره ان هو يقدم السفر، كان عايز ياخره يخليه الاربع بدل الثلاث. زي ما قال محسن صالح كده، هو الراجل ده بيحب الاجازات، اديله اجازات يحبك، قول له ريح يموت فيك، قول له عسكر بقى واعمل معسكر وركز يكرهك. المهم، النادي الاهلي بينزل صوره بوستر كده كبير لمارسيل كولر وبيقول له من اجل تحقيق المجد. طبعا البوستر ده معمول لمارسيل كولر مخصوص عشان خاطر الرساله توصل لمارسيل كولر ان هو مكمل مع النادي الاهلي، ان الثقه كامله في مارسيل كولر، ان كل الكلام اللي بيتقال على فكره رحيل كولر او فكره انه مش مكمل مع النادي الاهلي الكلام ده غير صحيح. وده اللي انا قلته لك من كام يوم بعد مباراه الاهلي وبيراميدز بالظبط، في نفس اليوم قعد معاه محمد رمضان وطمنه وقال له يا باشا انت مكمل مع النادي الاهلي ولا يهزك اي كلام من اللي بيتقال ده. وينزل النهارده البوست دوت على كل صفحات النادي الاهلي على الفيسبوك وعلى كل المواقع عشان يقول له نفس الفكره ويقول له نفس الرساله، انت مكمل مع النادي الاهلي وانت مع الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا عند مع الجماهير، عند مع كل الناس اللي بتفهم كوره، هم شايفين ان هم كده بيفكروا صح. كابتن محمود الخطيب مركز على فكره ان كولر هو الحل الامثل. براحتك يا كابتن محمود، بس لما نشيل قبح ان شاء الله في جنوب افريقيا ما ترجعش تزعل من النقد اللي هيوجه ليك انت شخصيا مش لكولر، لان تبقى انت المسؤول الاول والاخير عن كل الهري اللي حصل ده. طبعا قائمه النادي الاهلي لسه لم تعلن، بكره هيتم اعلان القائمه. اللي انا يعني من وجهه نظري شايف ان علي معلول لازم يكون متواجد في القائمه. علي معلول جاهز، علي معلول فنيا تمام، علي معلول بدنيا في الاوكي، افضل بكتير من نبيل كوكا اللي رجع من اصابه، افضل بكتير من مصطفى العش اللي انا عارف دلوقتي ان مارسيل كولر بيفكر ان هو ممكن يبدا بيه كباك شمال. احنا عارفين كويس قوي مصطفى العش ومشاكله وان هو مهزوز وان هو من ناحيه الثبات الانفعالي مش احسن حاجه، فبالتالي حلو خالص انك انت تجيبه من على الدكه بعد ما كان سقعان في الدكه وتنزله في ماتش مهم وصعب زي ده مع سان داونز الساعة 3 العصر على الغيط بتاع بريتوريا. الملعب أكيد هيكون كامل مع كل الجماهير لأن كل الجماهير بيخشوا مجانا. أما أحمد نبيل كوكا فهو لسه راجع من إصابة، لسه ما لمسهاش أصلا مستواه، إحنا مش مقتنعين بيه من قبل الإصابة، ما بالك بقى هو لسه راجع من إصابة. فالمفروض إن أنسب واحد يكون علي معلول، فأتمنى من كل قلبي إن علي معلول يكون متواجد مع بعثة النادي الأهلي. أتمنى اي بني ادم عاقل من مجلس اداره النادي الاهلي يحاول يوصل الرساله والصوت ده لمارسيل كولر. بعد اذن حضرتك لو سمحت علي معلول يكون متواجد في البعثه عشان احنا محتاجين علي معلول معانا، لان اللي بيحصل مع علي معلول ده حرام. انت حرفيا بتخلص على حاجه اسمها علي معلول، اسطوره من اساطير النادي الاهلي مفيش حد فينا هينساه. اما فيما يخص محمد شريف، محمد شريف على اعتاب نادي الزمالك. محمد شريف خلاص بيخلص مع نادي الزمالك كل حاجه، اتفقوا على كل الاتفاقات، هيتقاضى تقريبا ما يساوي مليون دولار من نادي الزمالك، جزء من الزمالك وجزء من ممدوح عباس، بس يعني التوتال مليون دولار. الزمالك طلب من محمد شريف توقيع الكتروني للزمالك لكن هو رفض وقال لهم انا هاخد اجازه 24 ساعه هنزل همضي وارجع تاني. طبعا هو بياخد او بيحاول يمد في الموضوع عشان خاطر لو في امل ان النادي الاهلي يطلب خدمات محمد شريف وهو اللي يختار محمد شريف. محمد شريف اختياره الاول والاخير هو النادي الاهلي، خبط البيبان داخل النادي اكتر من مره مفيش اي حد سمع، فالراجل بيدي زي ما تقول كده فرصه اخيره للنادي الاهلي بحيث لو هو عايز محمد شريف يتعاقد مع محمد شريف ويكون متواجد في كاس العالم للانديه. المفروض ان الكره في ملعب الاهلي حاليا لو مصطفى محمد ما احناش ماسكين يعني او مالكين الموضوع بنسبه 100%، يبقى لازم نكون متعاقدين مع محمد شريف. لكن في كل الاحوال لو محمد شريف لبس تيشيرت نادي الزمالك ما تزعلش منه كاهلاوي، بالعكس الراجل عمل اللي عليه، الراجل خبط على باب النادي اكتر من مره. لا هو اللي كان عنده رغبه انه يمشي لما مشي لانه هو كان بيقعد احتياطي، ولا هو اللي كان عنده رغبه انه يروح الزمالك، بالعكس كانت رغبته الاولى الاهلي، لكن الاهلي هو اللي ما ادالوش عقد نافع في الموضوع. اما فيما يخص احمد السيد زيزو فاطالب كل الهبادين، كل الناس اللي بتهبط، ارحمونا من هبدكم، ارحمونا من هبدكم. ابو المعاطي وغير ابو المعاطي واعلاميين محسوبين على النادي الاهلي يقول لك اصل احمد السيد زيزو تواصل مع عمرو الجنايني وحصل بينهم كلام وعمرو الجنايني قال له ارجع الزمالك واحنا هنظبط لك قصه الشرط الجزائي وما تقلقش، واللاعب ابدا موافقه وابدا رغبه بس خايف من الشرط الجزائي. يا جماعه ارحمونا، هبد اللاعب خلاص في النادي الاهلي، اللاعب مكمل في النادي الاهلي، اللاعب عايز النادي الاهلي، ارحمونا من الهبد، ارحمونا من كل الكلام اللي ملوش لازمه. اختيار اللاعب واضح، فكره ان هو موجود داخل النادي الاهلي دي انا عارف انها قاتله ناس كتير، لكن تحاولوا تتقبلوا الامر
وحاولوا تبطلوا هبد في قصه احمد السيد زيزو، لان حرفيا الراجل مش ناقص، الراجل عنده اوريدي ضغوط كتير، الراجل بالنسبه له نفسيا مش احسن حاجه. فنتمنى كل المسانده ليه من كل الناس. كمان نتمنى ان مجلس اداره النادي الاهلي يعمل اللي عليه مع احمد السيد زيزو من حته التدريبات والكلام ده كله، لان اللاعب ما بيروحش تدريب في نادي الزمالك، فبالتالي لازم نعوضه بحاجه تكون خارجيه. يعني مثلا لو ممكن نشوف له مكان يتدرب فيه بره لحد ما يكون متواجد مع النادي الاهلي، لكن لازم نشوف كل حاجه محتاجها اللاعب حاليا في الفتره دي، نحاول ان احنا نعملها له، نحاول ان احنا نتعامل مع اللاعب على انه خلاص بقى لاعب داخل النادي الاهلي، ان دي حقيقه واقعه. احمد السيد زيزو لاعب خلاص في النادي الاهلي، فبالتالي لازم تواصل كامل ما بين مجلس الاداره وما بين اللاعب علشان نحافظ عليه وعلشان نحافظ على مستواه الفني والبدني، ونحاول ان احنا نعوضه كل فتره الغياب من التدريبات في الزمالك يكون بيدربها خارج الزمالك.